مساء الفل والهنا والسعادة، عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة. طبعا بقول لكم مساء الخير لاني على بال ما خلصت الاكل طبعا بقى مساء الخير. شايفين الحلاوة اللي انا شايفاها؟ انتوا شايفينها لكن انا دقتها طبعا خطيرة. حواوشي اسكندراني. هنا كنت بوريكم الرفع بتاعه. يلا هبدأ معاكم بقى اوريكم. هنا كنت بظبط لسه بس المقادير عشان تشوفوا، لان انا المساحة عندي ضيقة شوية، فببقى عايزاكم تشوفوا كل التفاصيل يعني، بس على قد ما بقدر بوريكم. بتمنى ان الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم يا رب، وتدخلوا تنوروني وتشرفوني، ودايما بفرح بتعليقاتكم والله وتشجيعكم ليا ودعمكم. يلا بقى نبدأ مع بعض يا حلوين. هنا اهو حطيت كوباية اللبن، يعني يا ريت كوباية اللبن تبقى بره مش جوه التلاجة، يعني تكوني سايباها بره شوية بدرجة حرارة المطبخ. ده كيس الخميرة، وهحط معلقة السكر وهقلبهم كويس قوي مع بعض، وهسيبهم 10 دقايق عشان نعرف الخميرة متفاعلة ولا لا. طبعا الخطوة دي انتوا عارفينها وبنعملها كتير يعني. اغطيها واسيبها 10 دقايق. اهو هنا بقى نرجع نشتغل. هنحط 5 كوبايات دقيق. لو انت طبعا ما عندكيش المعيار دوت عادي بأي كوباية، بأي معيار كوباية. وممكن كمان هو نص كيلو دقيق وعليه مثلا نص كوباية دقيق كمان، يعني نص كيلو ونص كوباية تانية. هنا كنت حطيت الملح واحط البيكنج باودر، واعجن اعجن بقى مع بعض. ما بعرفش اعجن غير بايدي يا جماعة، ومبرتاحش الا كده بصراحة. احس ان انا ماسكة ملمس العجينة كده وحاسة هي ايه الدنيا. طبعا في دقيق مدلوق على ايدي، معلش يا جماعة ما تركزوش، انتوا عارفين الدقيق بيعمل ايه في المطبخ كله اصلا. طبعا هنكمل عجن بايه؟ بالمية، وننزل بق بق. ما ينفعش تحطي المية مرة واحدة. دي الكوباية اللي كان مطرحها لبن انا حطيت فيها اهو. ننزل بق بق زي ما انتوا شايفين كده. معلش يا جماعة انا ولادي جنبي مجننني، شايفين خيالهم اكيد، ايديهم عادي يعني، ما تاخدوش في بالكم. هنقعد نعجن مع بعض لحد ما العجين يلم في ايدينا زي ما انتوا شايفين كده. برشرش ميه، يعتبر ان انا برش مش يعني مش بدلق. هي حتى لو فرضنا ان مثلا زودنا الميه عادي نحط شويه دقيق وهتتظبط معانا وهتبقى زي الفل، ما تقلقوش. اهو هنا هي ابتدت تلم. طبعا انا بقفل الكاميرا وبكمل بقيت لم العجين بايدي، لاني طبعا يعني مش ببقى مالكه قوي وانا بصور وبعجن. وهنا شويه الزيت، وطبعا دي حاجه اساسيه في العجينه دي. العجينه بتاعه الحواوشي الاسكندراني حاجه اساسيه فيها الزيت اصلا، عشان بيديها توريقه كده، مش ما تبقاش عجينه تخينه. اهو نعجن مع بعض لحد ما تلم معانا، ونقفل عليها ونسيبها مثلا نص ساعة، ساعة الا ربع، حسب ما تخمر في مكان دافي يعني. يا ريت نفتح الفرن مثلا 5 دقايق ونرجع نطفيه ونسيبها جواه، تبقى حلوة جدا. اهو هنا كنت هغطيها واسيبها بقى ايه. هنا نعمل مع بعض بقى العجينة بتاعت اللحمة بتاعت الحواوشي. حطيت كيلو الا ربع لحمة، ونزلت عليه بكيلو بصل. البصل احلى حاجة انه يبقى كتير. فلفل اسود، بهارات، ملح، رشة قرفة، بتديله ريحة وطعم حلو جدا. ما بحطش اكتر من كده، ما بحطش توابل اكتر من كده للحواوشي. وده فلفل رومي وفلفل حراق طبعا حسب اختيارك، عايزة تحطي فلفل احمر اصفر برضو بيدي طعم حلو جدا. ممكن كمان تاخدي كل الخلطة دي تعجنيها شوية في الخلاط، في قصدي الكبة، اسفة، تبقى حلوة جدا برضو. هنا اهو كان العجين خمر،
وطلعته بقطعه قدامكم. طبعا تكوروه التكويره اللي انتوا عايزين حجمها قد ايه، يعني براحتك، عايزاها صغيره، عايزاه رغيف كبير اللي هو بيبقى الجامبو ده زي اللي بيتباع في المحلات، براحتك. انا عملته بصراحه الوسط، ولا صغير قوي ولا كبير قوي، عشان عيالي يعرفوا يمسكوه وياكلوه. اهو هنا كنت بكورها قدامكم، وهسيبها برضو ترتاح 10 دقايق كمان، تغطي عليها وترتاح 10 دقايق كمان، وبعدين ترجعي تفردي بقى وتشتغلي بيها. بوريكم كل الخطوات عشان تبقوا عارفين. صدقوني انا لو في خطوة عملتها حتى بعد ما بقفل الكاميرا افتكرتها برجع اقول لكم عليها، عشان ما ينفعش ما اقولكمش، يعني تبوظوا الدنيا مثلا او تبوظوا حاجة، لا حرام، كل حاجة لازم اوريها لكم. هنا بقى كنا بنفرد بدقيق، وعايزة انصحكم بلاش تفردوا بدقيق عشان العجينة مش هتتفرد معاكم حلو قوي، الفرد بالزيت احلى 100 مرة. حتى هوريكم في الاخر ان اول رغيف طلعته لا كان معجن كده في بعضه شويه، مش مستوي حلو، عشان ما اتفردش حلو قوي، عشان الفرد بالدقيق مش في العجينه دي بالذات، يعني مش حلو زي الفرد بالزيت، بيديله كده توريقه وسمك رفيع مش تخين، بيخلي العجينه تمشي في ايدك على طول. بعد ما كورته ارجع اعمل كده، افرده حلو، بس ده زي ما قلت لكم لا ما اتفردش معايا حلو، كنت حاساه معجن من جوه. وطبعا لازم اقول لكم، انا ممكن ما كنتش قلت، بس لا لازم اقول لكم عشان تبقوا عارفين الفرد بأنهي طريقه احسن. عشان يعني انا لو وقعت في نفس الغلط، يعني ممكن اخد وصفه من حد مثلا وما يقولش الطريقه بالظبط، برجع انا طبعا ما اعرفش، فبتبوظ مني حاجات كتير، فحرام، انا ما ارضاش ان حاجه تبوظ منكم بصراحه، الحاجه بقت غاليه يعني. هنا هو هدهن زيت عشان ما يلزقش في الصينيه خالص وانت بتطلعيه. هنا اهو كنت بحط الجبن، حطي ميكس جبن، حطي جبنه رومي، حطي اللي عايزاه، مش عايزه خالص على الوش دخليه كده بس، هيطلع زي الفل. فلفل المتاح عندك حطي، عايزه زيتون حطي، انا حطيت طماطم وفلفل وجبنه، ده اللي كان متاح. بس كده تدخليه على فرن حامي بقى. دي بقى تقفيله تانية، وبلاش في التقفيله دي تجيبي اللحمه على الطرف عشان تقفل كويس، دي زي القطايف كده بس مثلا كبيره، زي تقفيله القطايف كده، او البوريك اللي بيتعمل بالجبنه مثلا. ايوه كده بفرد بقى، ودي هدهنهم زيت قبل ما ادخلهم الفرن. دي نفس التقفيله بس حاطه فيها جبنه وطماطم، حبيت برضه اوريكم فكره، يعني عايزه تحطي برضه فلفل جوه حطي تاني، وممكن تشكليها بالشكل اللي انت عايزاه، يعني عادي عجينه زي اي عجينه، وممكن تشكليها بالشكل اللي انت عايزاه. انا اصلا اكتر شكل بحبه اللي هو ده، اللي كانه ساندوتش، سهل جدا كده تمسكيه وتاكليه سريع وحلو. اهو هنا كنت بدهنه زيت وهدخله بقى الفرن. اهو دول اللي طلعوا، هوريكم بقى الرغيف اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو اول واحد اللي اتعمل، مش دول طبعا، دول اتفردوا بزيت حلوين قوي، بص ده باين عليه حتى ان هو يعني سمكه تخين، ده اللي اتفرد بالدقيق، اللي بيتفرد بالزيت احلى 100 مره. لما افتحه هتشوفوا هتعرفوا انا بتكلم على ايه، مستوي وكل حاجه، بس لا يعني مليان عجين من جوه طبعا، وده مش ده المستحب، المستحب للحواوشي الاسكندراني ان هو يبقى رقيق خالص. هوريكم دي، بص من جوه عامله ازاي، مفيش عجين خالص، رقيقه جدا، هجيبها قدام الكاميرا دلوقتي وهوريكم، بصوا رقيقه خالص.
فهو ده اللي مطلوب في الحواوشي الاسكندراني. بصراحة كان طعمه جبار يعني. جنبيه شوية مخلل كده، بطاطس محمرة بقى، واضربي ودلعي كرشك. بصي هنا الصوم كده هو اللي كنت اقصده، ما يتخنش عن كده. ممكن تزودي اللحمة مش مهم من جوه ماشي.